السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. طبعا احنا في في شهر رجب الكريم. طبعا اللهم بلغنا رمضان، لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين. حبايب قلبي، شايفين القرص ديت؟ يعني بصوا، طريقة سهلة ومقاديرها بسيطة خالص. تعالوا نقول لكم عملتها ازاي. هنا معانا دول يعتبر مج من اللبن دافي، وهحط فيه معلقتين كبار من الدقيق زي ما انتم شايفين، وهحط فيهم الخميره. طبعا الخميره دي انا عايزه اقول لكم يعني حوالي 5 معالق. احنا عارفين احنا في الشتاء والجو ساقعه، وال5 معالق والمقادير اللي انا بعملها دي ما شاء الله 4 كيلو دقيق. يعني احنا مجهزين معانا 4 كيلو من الدقيق. وهنا بقى احط عليهم السكر زي ما انتم شايفين كده. احط معلقتين من السكر وهسيبهم بقى. بصوا يعني هتعملي الخميرة اعملها في حاجة كبيرة شوية علشان انا عملتها والله العظيم. مجرد ما يعني رحت هناك عند حماتي كبت لها على الدقيق. طبعا زي ما انتم شايفين كده. هنا هتحط البيكنج باودر كيس، ده الكيس اللي هو 16 جرام. وهحط لها دلوقتي هتحط السمسم طبعا زي ما انتي حابة، بس انا عايزه اقول لكم بيديها طعم وريحه برضو. وهنا السمنه اهو احنا مسيحينه. هنا بقى والله العظيم مجرد يعني هو في الوقت ده لفت لقيت وش، يعني لفت وشي كده عند الرخامه. لقيت الخميره مبهدله الدنيا على الرخامه بصراحه. شايفين؟ كنت حاطه عليها الطبق كمان، يعني الطبق حاش. هنا هفضي الكيلو السكر ده. وطبعا لو انتي حابة مسكر عن كده هتضيفي. ودول يعتبر 2 كيلو ونص من اللبن او 3 كيلو. هنحط برضو لحد ما يحتاج، يعني احتاج تاني هنحط تاني، هنجيب لبن تاني يعني. انا عايزه اقولكم والله هي دي احسن وافضل طريقه بصراحه. القرص بتفضل معاكي طريه وحلوه وما شاء الله. يعني انا عايزه اقولك والله يعني رقدت حوالي يجي 20 يوم، اقل من الشهر، حاجات بسيطه يعني، ايام بسيطه خالص. شايفين هنا بقى ما شاء الله انا كنت بكب في اللبن. انا عايزه اقول لكم على حاجه. احنا بنلف الدقيق الاول بنغلفه بالسمنه، وبعد كده بنحش كميه سمنه بسيطه خالص للاخر وبحط بنعجنها بلبن. بس بصراحه عايزه اقول لك والله العظيم، يعني شوفي انتوا شايفينها هنا كده هتلم دلوقتي وتبقى جميله جدا. يا رب يا حبايب قلبي تكونوا تستفادوا ولو بمعلومه بسيطه من الفيديو. وبتمنى ان انتم ما تنسانيش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس للكل علشان يوصل لكم كل جديد. انا بتمنى والله يا حبايب قلبي ان القناة دي تكبر وتنجح و... ويا ريت بقى يعني طبعا هتنجح بيكم، انا عارفة والله. كل حبايب قلبي اللي هيدعموني هيكون لهم الفضل طبعا في نجاح القناة دي. هنا بقى يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين. وبعدين عايزه اقول لكم على حاجه، ان في كتير بيدخل وبيشوف الفيديو وبتتحسب لي مشاهده على فكره، بتظهر عندي، بس مفيش لايكات خالص والله. يعني حتى يعني انتوا عارفين ان اللايكات دي بترفع الفيديو وبتخلي كتير يدخل ويشوف الفيديو. كده بقى زي ما انتم شايفين هي احتاجت يجي يعني كان فاضل مج لبن، حطيت عليه مج ميه. يعني الامانه يعني انا هنا بصراحه احنا حاطين ايه بالظبط. انتوا هنا كده شايفين ان هي طريه، هتفضل تعجن فيها كده لغاية ما تشد. يعني العجينة بتشد، ما تنساش هي كده دافية في ايدها فلينة خالص. يعني هي كل ما تعجن فيها هتمسك زيادة. هنا بقى حطينا باقي السمنة، حاطة المرجة اللي في الحلة دي اللي هي المرتة يعني. انا هاكلها على فكرة. كان صباح بقى يا حبايب قلبي اللي هو اول يوم في شهر رجب. انا عارفة ان انا منزلة الفيديو ده متأخر خالص فكنا عاملينها بصراحة، يعني كنا حابين ان احنا نعمل قرصة يعني. اخت جوزي كانت عندنا اللي هي في مصر، وقالت ان احنا نعمل قرص وكده، فعملنا ليها ولينا يعني الكمية دي بتاعتنا احنا. معلش بقى انا كده هنركنها نغطيها. والله الفيديو اللي في النص المفروض ان هو اتمسح. شايفين العجينة اللي كنتوا انتوا شايفينها من شوية طرية؟ شايفين ما شاء الله بتشد ازاي؟
قطعنا كمية كبيرة من القرصة، سيبناها يجي نص ساعة، اختمرت نص ونص. وبعد كده بدأنا اللي هو نقطع كور في الصواني كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده لما بترتاح شوية بنبدأ نبططها زي اللي في الصينية دي. وهنا بقى حبايب قلبي كان المفروض ان احنا هنعمل قرص بسمسم وجواها عسل او ملبن زي ما بيقولوا بتاعة المخبز. هعمل صاجين كده بنفس الطريقة، بمسك الحتة القرصة قطعة من القرص كده في ايدي وبحط عليها، انا مش عارفة هما ليه مرصوصين كده بصراحة. بحط القرصة زي ما انتم شايفين كده، بفردها في ايدي نص فردة بسيط خالص يعني، وهحط جواها السكر ده، سكر على سمسم على دقيق ماشي، اللي هو اللي في الصحن ده. وببلها هنا عاملة مية بسكر وبحط القرصة فيها وبرجع احطها في الصينية زي ما انتم شايفين كده. كده بقى اصبحت قرصة بسمسم زي ما انتم شايفين كده. هو انا مش عارفة، هو هنا وقفت ثبت ايدي شوية. هنا بقى هعملهم كلهم بنفس الطريقة اللي هي القرص اللي بسمسم. ما شاء الله، عايزه اقول لكم اللهم بارك بألف هنا. القرص دي اللي هي ال4 كيلو، وفي صينيتين كمان جوه ماشي. دي كده ما شاء الله القرص كلها اهي خلصناها بنفس الطريقه. بكورها الاول في الصواني وبرجع افردها بعد ما اخلص تقطع فيها يعني. اخدها كلها ارصها جوه، هوريكم دلوقتي. طبعا انتوا عارفين ان الجو ساقعه اهو زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. نغطيها برضو، وباقي الصواني بوريكم ان انا هجيب باقي الصواني كلها هنا واغطيها. ومعلش بقى انا ما وريتلكوش وقت التسويه ولما اختمرت، معلش بقى انا اسفه والله. لو طلبتوا مني اعملها تاني هعملها، بس والله في مقاطع من الفيديوهات اتمسحت من عندي. هنا شايفين ما شاء الله، انا بوريكم الطراوه بتاعتها وجميله على فكره. انا شلتها في الفريزر بطلع منها جميله جدا كانها طازه ولسه عاملاها والله. انا طبعا مش هي دي الكميه كلها، بس هي دي الكميه اللي انا خدتها بصراحه وللامانه عندي في شقتي يعني، والحماتي ادتهاني وهحطها في اكياس يعني. احطها في اكياس زي ما انتم شايفين كده واشيلها في الفريزر، غير الكميه اللي هياكلوا منها فرش بره. انا بضحك على جودي بصراحه، انا مش عارفه هو قال لي خلاني قعدتها كده، هي على طول حشره نفسها كده يا جماعه والله معايا في الفيديوهات غصب عني بقى. ومش عارفه هي بتقول كمان هنا بتقول لكم ما تنساش اللايك والاشتراك. وعلشان بقى يا جماعة لو الفيديو مش عاجبكم، طب علشان جودي ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس للكل علشان يوصل لكم منا كل جديد. وبتمنى ان تستفادوا حتى ولو بمعلومة. بس انا حبيت اوريكم يعني اليوم ده عملت ايه بالظبط، اللي هو كان صباح اول يوم في رجب. والله هي مش في دماغنا خالص، في ناس بتعمل اول يوم في رجب قرص وكده، بس هي جت كده يعني. ودي بقى القرص اللي هي بسمسم، انا عايزه اقول لكم خطيره جميله بجد يعني، احسن والله من اللي احنا بنجيبها من الفرن، جميله بصراحه. كل سنه وانتم طيبين، وتعود عليكم الايام بخير يا رب. وشهر الرجب زي ما انتم ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه وهنا وسعاده دايما على طول. حبايب قلبي مع السلامه، وما تنسانيش بقى باللايك. وبقول لكم ان دعمكم ده على راسي والله. يا رب الفيديو يعجبكم. مع السلامة.